لحد النهاردة لسه في ناس بتقول إن رايا وسكينة كانوا بيستخدموا السحر والطلاسم عشان يسيطروا على ضحاياهم ويخفوا جرايمهم المرعبة. ورغم إن مفيش أي دليل تاريخي مؤكد في تحقيقات النيابة عن الكلام ده، إلا إن انتشار الشائعات دي في حد ذاته بيكشف لينا حاجة في منتهى الأهمية، إن في بدايات القرن العشرين وتحديدا في الفترة دي كان الإيمان بالسحر والأعمال والدجالين بيسيطر على العقول بشكل أكبر بكتير مما أي حد يتخيل. والمفاجأة هنا إن الهوس ده ما كانش مجرد خرافات محبوسة في الحارات الشعبية أو المناطق الفقيرة، لأ، ده امتد لعقود طويلة جدا وفضل يكبر لحد ما اخترق الحواجز الطبقية وفتح لنفسه سوق كبير جوه قصور الأغنياء ومكاتب رجال النفوذ وبيوت نجمات المجتمع والمشاهير. الخوف من المجهول، الرغبة القاتلة في معرفة المستقبل، ومحاولة الهروب من الأزمات النفسية والمشاكل المستعصية، كل دي كانت خيوط ذكية استغلها النصابين عشان يخلقوا عالم كامل مبني على الشعوذة والعرافة وطقوس الزار، عالم عاش في الظل لسنين طويلة وخلف وراه حكايات حقيقية أغرب بكتير من خيال الأفلام. ومن هنا بالظبط بتبدأ الحكاية في سطر حضارة. عشان نفهم الجذور الحقيقية للقصة دي لازم نبص على طول على نشأة الفكرة دي في الوجدان المصري. الموضوع ممتد من أيام الحضارة المصرية القديمة. السحر عند الفراعنة ما كانش مجرد دجل أو خرافة، ده كان علم معترف بيه وليه مدارس وطقوس رسمية تابعة للدولة ومسجلة على برديات مهمة جدا زي بردية وستكون. الفراعنة قسموا السحر لنوعين، النوع الأول هو السحر الأبيض، وده كانوا بيستخدموه في العلاج الطبي وتهدئة الأمراض النفسية وحماية البلاد من الأعداء وتأمين المآبر. والنوع التاني هو السحر الأسود أو سحر الطلاسم، وده كان بيتعمل في الخفاء التام بغرض إيذاء الخصوم أو السيطرة على عقول الأشخاص أو جلب اللعنات. لما بنتحرك في التاريخ ونوصل لسنة 1517 ومع بداية حكم الدولة العثمانية لمصر، البلاد دخلت في نفق مظلم من الجهل والتجهيل المعتمد. العثمانيين أهملوا التعليم والطب فقفلت المدارس والمستشفيات الحقيقية، ونتيجة غياب العلم والوعي الطبي ده الناس لقت نفسها مجبرة تدور على بديل. البديل كان اللجوء للمكاذيب وأشخاص بيدعوا البركة والدجالين اللي استغلوا الفرصة وبدأوا يظهروا في كل حتة. كانوا بيقنعوا الناس إنهم يقدروا يعالجوا الأوبئة المستعصية زي الطاعون أو يحلوا المشاكل اليومية ببركتهم. ومع الوقت الدجالين دول ما بقوش مجرد أشخاص عاديين، دول تحولوا لمؤسسة غير رسمية بتتحكم في عقول العامة. العقلية دي فضلت مستمرة ومستخبية تحت السطح، لكن لما دخلنا في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين ظهرت في مصر طبقة أرستقراطية جديدة، ناس عملت ثروات ضخمة من تجارة القطن وبورصة اسكندرية، ومعاهم فنانين وفنانات صعدوا بسرعة الصاروخ لقمة الشهرة مع ازدهار السينما والمسرح وقتها. الصعود السريع والمفاجئ ده دايما بيبقى معاه قلق نفسي وخوف أسرع، خوف من الحسد، خوف من زوال النعمة، خوف من الغيرة والمنافسة الشرسة في الوسط الفني والسياسي. وهنا بالظبط فتح سوق الدجل أبوابه للنخبة. الدجالين في الفترة دي كانوا أذكياء جدا وفهموا اللعبة بجد، فبدل ما يقعدوا في أوض كئيبة وضلمة بدأوا يلبسوا بدل شيك ويفتحوا مكاتب فخمة ويختاروا لنفسهم أسماء تظهر بمظهر علمي عشان يوقعوا الزبون الغني اللي بيقلق من المظاهر العشوائية. الكاتب الكبير أنيس منصور رصد الهوس ده في كتابه الشهير الذين هبطوا من السماء، ووضح في كتابه إزاي النفوس البشرية مهما بلغت من الثقافة والتعليم بتضعف جدا قدام المجهول ورغبة معرفة المستقبل. ففي عالم الفن مثلا النجمة الكبيرة تحية كاريوكا رغم شخصيتها القوية كانت بتخاف جدا من السحر والحسد، ويقال إنها في فترات صعبة من حياتها بسبب أزمات عاطفية وصدمات لجأت لعرافين عشان تعرف مين اللي بيعمل لها الأعمال دي. أما الفنانة كاميليا الجميلة اللي سحرت قلوب الجميع وماتت في حادثة طيارة غامضة سنة 1950 فكانت بتعيش قلق نفسي مستمر. الدجالين كانوا بيلعبوا بعقلها وبيستغلوا خوفها من نبوءة قديمة قالت لها إنها هتموت في سن صغير، وفضلوا يستنزفوها ويجمعوا منها مبالغ ضخمة كانت بتسوى ثروات وقتها. الوضع ده استفز الصحافة المصرية جدا، وبدأت المجلات والجرايد الكبيرة تقود حملات تطهير وتنوير قوية جدا ضد العالم ده، وعلى رأسهم مجلة أخبار اليوم اللي تأسست سنة 1944. الصحافة وقتها ما كانتش بتكتفي بمقالات عادية، لأ،
دول كانوا بيشتغلوا زي المحققين ورجال المخابرات. الكاتب الصحفي الكبير موسى صبري ومعاه صحفيين تانيين كانوا بيلبسوا لبس ناس بسيطة جدا ويدخلوا الأوقار دي في مناطق زي السيدة زينب والحسين والقلعة، ومعاهم كاميرات مستخبية عشان يصوروا الخدع دي ويفضحوا السبوبة دي بالأسماء والوقائع الحقيقية الموثقة على صفحات الجرايد. التحيات دي كانت بتنزل بمانشيتات باللون الأحمر تكشف بالتفصيل ازاي الدجال بيستخدم حيل نفسية وبصرية عشان يخدع الضحية. كان يسألها أسئلة عامة وذكية، ومن ردود أفعال جسمها وكلامها يفهم مشكلتها، وبعدين يوهمها إنه عرف كل حاجة بالوحي أو عن طريق الجان. وعشان يبرر فشله بعدين لو العمل منجحش كان بيطلب طلبات مستحيلة زي ذبيحة بمواصفات خيالية أو مبالغ ضخمة لشراء بخور وهمي بيسموه العنبر الخام أو الطقش المغربي، ودي كلها أسماء ومصطلحات اخترعها النصابين لإضفاء طابع الغموض والندرة على شغلهم عشان يرفعوا سعر الخدمة. ومن قلب التحيات الصحفية دي برزت المواجهة مع طقس الزار. كلمة الزار ليها روايات كتير حوالين أصلها. الرواية الأولى والأشهر إنها كلمة جاية من اللغة الأمهرية في أثيوبيا وبتعني الدستور أو الروح، والرواية التانية بترجعها لبعض اللغات الأفريقية القديمة بمعنى الزيارة أو استدعاء الأرواح. الطقس ده دخل مصر في القرن 19 وتوغل جدا في القرن 20. الزار ما كانش مجرد دجل فردي، ده كان مؤسسة اجتماعية كاملة بتديرها ست قوية بيسموها الكودية أو الشيخة، والطقس ده كان بيتعمل أساساً لعلاج الستات اللي بيعانوا من حالات نفسية سيئة أو اكتئاب وضغوط. جلسة الزار كانت بتدار في أجواء غريبة جدا، الأوضة بتتقفل تماماً، البخور الكثيف بيملى المكان، ويبدأوا يطبلوا على الطبول الكبيرة برتم سريع ومنتظم بيوتر الأعصاب، وتبدأ الكودية تغني أغاني معينة مخصصة لكل نوع من أنواع الأسياد أو الجن على حسب معتقداتهم. الست المريضة كانت بتقف في النص وتبدأ ترقص رقص هستيري وتفضل تلف براسها وجسمها بعنف شديد مع زيادة سرعة الطبول لحد ما تقع على الأرض مغمى عليها ومنهكة تماما من التعب الجسد. وهنا بقى الشيخة تقنع أهلها إن السيد رضي عنها خلاص وسابها. كتاب الزار في المجتمع المصري للدكتورة سلوى الخماش، وهو دراسة علمية دقيقة صدرت في السبعينات، فكك الأبعاد النفسية للظاهرة دي وأوضح إن الزار كان بمثابة متنفس نفسي وعلاج بديل في وقت ما كانش فيه وعي بالطب النفسي. الستات المخنوقة من ضغوطات المجتمع والبيوت المتقفلة كانت بتلاقي في الزار المساحة الوحيدة اللي تقدر تصرخ فيها وتطلع كبتها وتفرغ شحنة الاكتئاب من غير ما حد يلومها، تحت غطاء إنها مغصوبة على أمرها من الأسياد. وعلى فكرة الزار ده كان بيكلف مبالغ خيالية وقتها. مع دخول الخمسينات والستينات وبعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 الدولة المصرية خدت موقف صارم ضد الممارسات دي كجزء من مشروع تنوير الشعب. السينما المصرية لعبت دور المطرقة اللي نزلت على دماغ الدجالين من خلال أفلام قوية جدا، ومن أهمها فيلم قنديل أم هاشم سنة 1968 المأخوذ عن رواية الأديب يحيى حقي. الفيلم ده وضح الصراع الرهيب بين العلم والخرافة من خلال قصة الطبيب إسماعيل اللي رجع من بره لقى والدته بتعالج عين بنت عمه بزيت قنديل المسجد لحد ما عمتها تمام. الفيلم ركز على تفاصيل إن الجهل بالطب هو السبب، وإزاي البطل قدر في النهاية ينتصر على الخرافة بالعلم والتشخيص الطبي الصحيح مع احترام عواطف الناس المشحونة بالدين والبركة من غير ما يصطدم بيهم. وفي كمان فيلم البيضة والحجر للفنان أحمد زكي سنة 1990 اللي كشف ازاي الفقر والجهل والبحث عن أمل زائف بيخلقوا من مدرس فلسفة بسيط دجال أسطوري بيتحكم في مصير رجال أعمال وسياسيين كبار بقوا بيجروا وراه. بالتوازي مع الفن بدأ الطب النفسي الحقيقي يدخل مصر بقوة كمؤسسة علمية في النص الثاني من القرن العشرين، وتحديدا في فترة الخمسينات والستينات على إيد علماء كبار زي الدكتور أحمد عكاشة. في الفترة دي بدأت تفتح العيادات النفسية المتخصصة والمستشفيات، وأشهرها الأقسام النفسية في مستشفى قصر العيني ومستشفى العباسية اللي بدأت تقدم علاج علمي حقيقي. الراديو والتلفزيون المصري بدأوا يقدموا برامج توعية بتشرح للناس إن الحالات دي مش أسياد ولا جن، دي أمراض نفسية واضحة زي الاكتئاب الحاد، الفصام والاضطرابات الهستيرية، وعلاجها بيكون بالأدوية وجلسات الكلام العلمية مش بذبح الخرفان ورقص الزار.
الوعي ده بدأ يتسرب للناس تدريجيا، ومع صعود جيل متعلم في السبعينات والثمانينات بدأت ظاهرة الزار تنحصر بشكل ملحوظ، ومبقاش للكوديا نفس الهيبة. وفي النهاية تحول الزار من طقس مرعب بيقلق البيوت لفلكلور تراثي مجرد من البعد الغيبي، وبيتقدم كنوع من أنواع الموسيقى الإيقاعية على مسارح المراكز الثقافية. الحكاية دي بتوريك إن رحلة مصر من سنة 1900 لحد أواخر التسعينات ما كانتش مجرد حكاية مباني وشوارع بتتغير، دي كانت معركة حقيقية وشرسة داخل العقل المصري، معركة بين النور والضلمة وبين العلم والخرافة، معركة خسر فيها ناس كتير حياتهم وثرواتهم على عتبات الدجالين، وكسبت فيها البلد وعيها لما قررت في النهاية إن المواجهة الحقيقية مع أزمات الحياة مش بالبخور والدم، بل بالفهم والطب والعلم الحقيقي اللي بيبني الأمم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لناس أكتر مهتمة بالفكرة، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.